السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أبطال؟ سوف نقوم اليوم بلعب مباريات التصنيف الترتيب العالمي. ندخل هنا إلى الدوري إي فوتبول. كما ترون نحن في الديفيزيون 1. الترتيب الحالي هو 125. نبحث عن الشخص الذي سوف يلعب معنا. اللاعب لديه رتبة 39,000. بصراحة يا أصدقائي في التحديث الأخير أصبح الطلوع إلى الديفيزيون 1 أصبح صعبا شيئا ما. قمت بالمحاولة مرارا وتكرارا وسعفني الحظ. الحمد لله طلعنا إلى الديفيزيون 1، ونحن الآن سوف نقوم باللعب عن التصنيف. كما رأيتم فريق الخصم فريق جيد، عنده فريق جيد. نحن نلعب بخطة 4-2-4، خطة هجومية ومتوازنة في وسط الميدان. نريد أن نفوز، لا نريد الخسارة. إنه التصنيف، يجب عليك أن تكون في قمة التركيز. الآن نتجاوز مرحلة الضجة الإعلامية والتصريحات والمؤتمرات، حيث أن الملعب سيكون الفيصل وله الكلمة الأولى والأخيرة في من سيحسم هذه المباراة. الخصم يتوغل هنا بتمريرة ناجحة لنيدفيد، دبل تاتش، يسجل الهدف الأول. كانت محاولة لدي هنا ضاعت، كانت المحاولات قليلة جدا، كان العراق وسط الميدان. صافرة الشوط الثاني تبدأ هنا. بدون شك التهور موجود في هذا التقدم، يجب أن يكون هناك تركيز أكبر في الثلث الهجومي. أراوخو يتعامل مع الكرة بكل هدوء، يشتت الكرة بعيدا. ميسي فيها مغامرة، فرصة كبيرة الآن. فعلها وسجل الكرة في الشباك. قمنا الآن بالتسجيل هدف التعادل. أصبحت المباراة متعادلة، وهنا يقع الخطأ. كما ترون أقوم بتغيير اللاعبين، ولكن في الأصل أنا لا أقوم بتغيير الملاعبين، أقوم بتغيير المنظومة، أقوم بتغيير طريقة اللعب. هنا أخرجت ريكارد، وهذا هو الخطأ الوحيد القاتل، هو بأنني أخرجت ريكارد وأدخلت مكانه فيتينيا. أخرجت لاعب ارتكاز ولعبت بخبير صناعة اللعب. وكما أقول دائما، تغيير واحد يعطيك الفوز، وتغيير واحد يعطيك الخسارة. الآن المدرب يستخدم أوراقه من على دكة البدلاء. ندية كبيرة هنا مع تعديل النتيجة. مباراة كبيرة بين الفريقين الأقوى، نتيجة متعادلة. يجرب حظه هنا. كيف ضاعت هذه الفرصة؟ بعد أن ضاعت هذه الفرصة، بصراحة أقولها وأعترف، والاعتراف فضيلة. وقعت في المحظور، وكان الخصم ذكي وسجل الهدف الثاني. قمت بالمحاولات، ولكن المحاولات كانت فاشلة. الخصم كان ذكيا، وهذا هو الاحتراف. تغيير يعطيك الفوز، وتغيير يعطيك الخسارة. خسرنا هنا المباراة، ولكن استفدنا من الخطأ بأن تكون دائما ثابتا. لعبنا المباراة جيدا، حتى الإحصائيات كانت جيدة. وقعنا في الخسارة. الفريق دائما يفوز ويخسر. كرة القدم فيها خسارة وفيها فوز، ولكن الأهم هو الروح الرياضية. نذهب لنبحث عن شخص آخر نلعب معه إن شاء الله بدون أخطاء. كان درس لنا في المباراة المقبلة، نتعلم من الدرس والحمد لله. سوف نلعب بكامل قوانا العقلية، نثبت عقلنا، لأن الثبات هو الذي يعطيك الفوز. تنطلق هنا المباراة. الملعب سيكون الفيصل وله الكلمة الأولى والأخيرة في من سيحسم هذه المباراة.
الصورة مبهرة حقيقة. هناك شعور عام بأن هذه المباراة راح تكون كبيرة وممتعة جدا. تنطلق المباراة بمحاولات جيدة، الضغط عن الخصم. هنا نضيع الكرة الأولى، ولكن دائما الضغط يولد هدف، لا يولد انفجار، لا يولد هدف. سوف نقوم بالهدف. انظر لهذه المحاولة، كرة تضيع بسهولة، لكن المحاولة ثم المحاولة ثم المحاولة. هنا إلبر يسجل ولكن في وضعية تسلل. لماذا نعشق كرة القدم؟ بسهولة لأنها غدارة. الركنية ضاعت والآن نشوف فرصة مضادة. الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى، وصلت سليمة، لعبة خطيرة والكرة في المرمى. هل رأيتم ما أصعب مباريات الديفيزيون؟ مباريات جد قوية ولا تعلم من الفائز. هنا تنتهي الشوط الأول 1-1. نبدأ مباراة الشوط الثاني. مثيرة وصعب جدا نتوقع من ينتصر فيها. كل فريق عنده أوراقه وعنده أسلوبه، والشوط الثاني راح نشوف استمرارية لندية المنافسة. النتيجة الآن تعادل إيجابي 1-1 بعد انتهاء شوط المباراة الأول. نعود الآن للتغطية مع بداية شوط اللقاء الثاني. الكرة إلبر حطها في الشباك، يا الله يا لها من دقة غير عادية في تسديد الكرة. تشعر وكأنه كان يعرف جيدا مسار الكرة من استلامها حتى إنهائها في الشباك. يا سلام على سيطرة الرائعة على الكرة. توتنهام في المقدمة الآن. يا عيني على دقة التمرير والفرصة خطيرة. مستحيل هذه الكرة، مستحيل هذه الفرحة. هذا هو الهدف ولا بلاش يا جماعة؟ شوف الفرحة، لهذا نعشق كرة القدم. عمل كل شيء، تحرك بشكل رائع، استقبل الكرة، لكنه في الأخير فشل في التسجيل. ضربة من جيوفاني إلبر، سيطرة مطلقة وهجوم متواصل. الله على كرة في الشباك، على أداء كبير. بناء رائع الهجمة، تدرج رائع الهجمة، ثنائية جميلة في دقة، في مهارة، في تمرير، في تبادل كرة، وبعد ذلك في ضرب الخط الدفاعي والتسجيل. الهاتريك لم يكن كافيا، فقرر أن يكون سوبر ويسجل الرابع. لماذا أقول لكم يا أبطال إنه مجرد ذكاء اصطناعي؟ انظروا هنا ماذا سوف يقع. النت ليس لدينا نت، الخصم يسجل علينا. تخيل معي لو كنا متعادلين 1-1. أين هو اللاعب في التصنيف؟ أين هو؟ كيف ستفعل؟ انظر كيف اختطف الكرة. ليس لدي نت. انظر، يسجل هدف. الحمد لله أنا مسجل 4 أهداف ولم ينقطع الخط. واصلت اللعب. كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. باريس سان جيرمان لم يستسلم، إلبر روعة روعة روعة. هدف يأتي هنا، أي مهارة، لقطة خيالية. هنا أردت أن أعمل تاكلينج ببيدري، فتحصل الخصم على ضربة جزاء، وبيدري بطاقة حمراء. الخصم يسجل لكن لن يفوز. شد عودة من بعيد في هذه المباراة، تمكن من المرور، والصافرة تعلن عن نهاية المباراة. يا إلهي على هذه الريمونتادا، يا لها من عودة مذهلة. أظهر الفريق مرة أخرى إصراره الكبير على قلب النتيجة، وواصل أدائه لتأكيد حقيته في الفوز. إلبر قدم مباراة لا تنسى ويعود المنزل بالإنجاز الكبير. أي شخصية ظهرت هنا، من الهزيمة إلى تحقيق فوز مثير. حافظ الفريق على تركيزه في وقت.
الحمد لله قمنا بالفوز في المباراة الثانية على التوالي. الحمد لله، إعادة للأهداف جميلة. إلبير رجل المقابلة، إلبير لاعب قناص، مهاجم قناص صراحة، عنده الإنهاء. إذا أخرج تسديدة من قدمه ستصبح هدف بكل تأكيد. كان خصمه في هذه المباراة الحارس بيتر تشيك، وسجل عليه 5 أهداف كلها جميلة. أفتخر بصراحة لأنني تحصلت على بطاقة إلبير. كما ترون هنا يا أصدقاء قمنا بالفوز. تقدمنا في التصنيف، أصبحنا 108. هناك بيدري لديه بطاقة حمراء، لن يلعب المباراة المقبلة وهو عنصر مهم في الفريق، سوف يصعد مكانه زينيتشي. إخوان، شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد والمشاركة مع الأصدقاء.